السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي ومعاكم مستر أحمد عاطف. والنهارده إن شاء الله يا أساتذة مع بعض هنحل أسئلة الدرس الأول. طبعا يا باشمهندس احنا بفضل الله تعالى اشتغلنا مع بعض في السنتر الأسبوع اللي فات وخدنا محاضرتين، والنهارده إن شاء الله هنحل أسئلة واجب المحاضرتين دول. هتيجي تقول لي يا مستر أحمد إيه ده، هو أنا لحقت؟ ده أنا لسه ما نزلتش، وفي اللي لسه قاعد في البيت، ده أنا مسافر، ده أنا قلت هنزل بعد أسبوعين ثلاثة. طبعا يا باشمهندس الكلام ده مصيبة وده غلط كبير قوي، وأنت كده بتقع في فخ الترم الثاني. طب إيه هو بقى فخ الترم الثاني ده؟ فانا هنصحك نصيحه كده قبل ما نبدا شغل مع بعض. الترم التاني يا باشمهندس ما هو الا عباره عن شهر 2 وشهر 3 وشهر 4. ساعاتك امتحاناتك بتكون في اول 5. طب مستر احمد ده انا معايا 3 شهور، ايه ده انا المفروض اعمل فيهم ايه؟ ده المفروض ساعاتك تخلص في الثلاث شهور دول كل المنهج بتاعك، ومش بس كده، ده انت المفروض منك في اخر الشهر، اخر الشهر الثالث، تراجع على المنهج من اوله لاخره. مش بس كده، تحل اسئله وتلم الدنيا دي كلها. هتقول لي طب ما هو عادي يا مستر احمد، ايه المشكله يعني؟ هضغط نفسي شويه. اقول لك بس انت في كام حاجه مش واخد بالك منها. ايه بقى الكام حاجه دي؟ اول حاجه سعادتك عندك رمضان. طبعا بص، هو حاجه طبيعيه، انت طاقتك في رمضان مش زي طاقتك في الايام العاديه، لان سعادتك اول حاجه النوم بتاعك بيبوظ، اليوم بتاعك بيتشقلب اصلا. الصبح كله ساعاتك بتروح دروس وبتيجي وتروح، وطبعا لا بتفطر ولا حتى بتشرب ميه ولا اي حاجه، فمجهودك بيكون ايه يعني بالعافيه كده طول الايه، طول النهار. تيجي بالليل ساعاتك اول ما بتاكل بتنتخ على طول، تحس انك عايز تنام. فمشكله رمضان معانا انك ساعاتك كل ده كده بيكون انتخه، الصبح مش قادر، بالليل مأنتخ بسبب الاكل، فما بتقدرش تشتغل معانا قوي جدا او بشكل كبير جدا، فمش هتقدر تضغط نفسك. طب احنا ايه الحل بتاعنا؟ الحل بتاعنا ان انت تمشي بانتظام معانا. يعني انت دلوقتي هتلاقي كل المدرسين بدأوا، فانت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ مش عارف انا، انت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ تقول لي طب ما انا هنزل وهلم اللي فات، هتلمه فين؟ ما اصلا تلاقي كل مدرس كل حصه بيدي كميه ضخمه قوي وكميه كبيره قوي عشان يلحق يخلص المنهج بتاعه. يعني هتلاقي عكس الترم اللي فات، يعني انت الترم اللي فات تلاقي مدرس مثلا يدي درس 2 3 ويراجع، درس 2 3 ويراجع، درس 2 3 ويراجع. الكلام ده صعب المدرس يعمله اصلا في الترم الثاني، لان اول حاجه الوقت بتاعك قليل جدا، قليل جدا، وخلي بالك من كلمه قليل جدا لانه فعلا قليل جدا. تاني حاجه المنهج كبير مش صغير، منهج الترم الثاني لا يقل عن منهج الترم الاولاني، بالعكس ده يعني في مواد معينه بيكون فيها المعلومات زياده، زي ماده العلوم المتكامله، عندك المعلومات فيها بتكون زياده والشغل التفصيلي فيها اكبر واكتر بكتير قوي. فانت انك قاعد في البيت تقول ده انا هنزل بعد اسبوعين ثلاثه، دي حاجه بتضرك انت مش بتفيدك. فانزل يا حبيب قلبي وابدا واشتغل وتوكل على الله، وحاول طول الترم ده ما تراكمش. قعدتك في البيت مش هتضر حد غيرك انت، والله مش هتضر حد غيرك انت. ترم صغير، المناسبات فيه كتير قوي، هتلاقي عزومات كتير قوي عندك في رمضان، هيبقى عندك دخلة عيد، يومك بيتشقلب، كل الكلام ده هيأثر على المذاكرة بتاعتك. فانت ما تحطش يعني تحط فوق البلا بلا كمان، ولا فوق المصيبة مصيبة كمان. فانت انزل واشتغل وابدأ وما تغيبش وتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يكرمك. مش هطول عليك، كالعادة هات كوباية القهوة الجميلة بتاعتك وقلمك وكشكولك ويلا بينا نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نبدأ مع بعض كده يا شباب مع حل أسئلة أول محاضرة والمحاضرة الثانية مع بعض بإذن الله تعالى في فيديو واحد، اللي هو بنسميه الأسبوع الإيه؟ الأسبوع الأول. نبدأ مع بعض كده بالفصل الأولاني، الدرس الأولاني. في السؤال الأولاني بيقول لك إيه يا باشمهندس؟ بيقول لك تعبر الصورة التي أمامك عن علاقة إيه؟ لو أنت جيت خدت بالك هتلاقي التعبان بياكل فار، يبقى دي عبارة عن عملية إيه؟ دي عبارة عن عملية افتراس، يبقى دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن افتراس. جميل قوي. خش معايا كده على السؤال الثاني، بيقول لك ايه؟ جميع الكائنات التالية تتشابه مع بعضها في طريقة التغذية ما عدا ايه؟ جميل قوي. صلي كده عليه شوية فيك وركز معايا. أول حاجة قال لك تتشابه مع بعضها في طريقة الايه؟ التغذية. جميل قوي. عباد الشمس ده عبارة عن ذاتي التغذية. جميل قوي. طب فطر عفن الخبز ده غير ذاتي، ده مستهلك. طب النحله غير ذاتي، ده مستهلك. الفأر غير ذاتي، فده برضو كائن مستهلك. يبقى انت عندك ثلاثة مستهلك واحد منتج، فالإجابة طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى عباد الشمس، اللي هو الكائن اللي عندك، الكائن اللي هيكون منتج. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ الشكل الذي امامك يمثل احدى السلاسل الغذائيه، ادرسه ثم اجب. جميل قوي. دي السلسله، طبعا كنا بنتفق مع بعض يعني ايه سلسله غذائيه؟ بدايه ونهايه بدون تفرعات، شاطر. اما الشبكه بدايه ونهايه بتفرعات، وممكن ساعات نسمي الشبكه سلاسل، وساعات بنسميها حاجه في حلقات قلنا لما نحطها في الهرم الايه؟ الهرم الغذائي. الهرم الغذائي بياخد لي الشبكه الغذائيه وبينظمها لي في شكل ايه؟
في شكل هرم زي ما اتفقنا مع بعض في المحاضره بتاعتنا، سواء كان في السنتر او كانت حتى على المنصه في الاونلاين. بيقول لك ايه بقى الدنيا اللي حواليك دي؟ انا اول حاجه بص، انا عندك بدات بايه؟ بدات بكائن ايه؟ منتج. ادي عندك كائن منتج اللي هو مين هنا؟ عندك الكائن المنتج اللي هو النبات، صح كده؟ اه يا مستر احمد، حلو. ده النبات اللي هو كائن منتج. بعد كده عندك اكل عشب، يبقى ده كده اسمه ايه؟ ده بنسميه مستوى تاني او مستهلك اول. يعني ده كده الكائن المنتج ده دايما كنا نقول عليه مستوى اول، وده منتج. دايما المستوى الاول بيكون للمنتج. جميل قوي. طب عندك الجراد، ده مستوى تاني ولكن بنسميه مستهلك اول، صح كده؟ اه حلو. الفار مستهلك تاني ومستوى تالت. الافعى ده المستوى الرابع ومستهلك تالت. كنا بنعرف ازاي المستويات، قلت لك عد الايه؟ الكائنات اللي موجوده عندك. طب اعرف ازاي المستهلك؟ بيكون بعد المنتج على طول. عد مستهلك اول، مستهلك تاني، مستهلك تالت. هو بيتكلم عليه عن انتقال الطاقه. طبعا احنا عارفين ان كل مره وانا بنتقل في الطاقه بتاعتك، الطاقه بتاعتك باخد منها 10% عشان هي بتقل بنسبه 90 في الايه؟ 90%. وساعتها كتبنا قانون مع بعض في السنتر، قلت لك خلي بالك من القانون ده، مش هتلاقيه موجود في الكتب وانا مديهولك عشان تعرف تحل بيه دايما. حلو قوي. يبقى احنا يا اساتذه كده كل مره كل ما بنتقل الطاقه بيحصل لها ايه؟ بتقل. اذا الطاقه اعلى ما يمكن في النبات واقل ما يمكن فين؟ في الافعى. الافعى باللون الاصفر، يبقى انا عايز الاصفر اقل حاجه. حلو. فين الاصفر اقل حاجه؟ اه دي ما تنفعش، ده اكبر حاجه، وده اكبر حاجه ما تنفعش. حلو. عندك هنا الافعى اللي باللون الاصفر متساويه مع اللون الايه؟ البينك ده اللي هو النبات. يعني الافعى اللي هي اخر حاجه تبقى مع المنتج اللي هو اعلى حاجه؟ لا. فدي اجابه برضو ايه؟ غلط. فالاجابه الصح هتبقى ب. ليه ب؟ عشان عندك بالظبط كده النبات اعلى حاجه، بعد كده الجراد، بعد كده الفار، بعد كده الايه؟ الافعى اخر حاجه. يلا كده هندسه السؤال اللي بعده، السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 4. بيقول لك ما نوع الطاقه في كل من اكس وواي على الترتيب؟ صلى على النبي. بص، اول حاجه عندك انا بتكلم عن نوع الطاقه. حلو. اول حاجه انا عندك الشمس راحت للنبات، يبقى الطاقه دي عباره عن ايه؟ شاطر، دي طاقه ضوئيه. حلو قوي. دي عباره عن طاقه ايه؟ طاقه ضوئيه. طاقه ايه؟ ضوئيه. جميل قوي. طب الطاقه الضوئيه دي الاكس، حلو، راحت في النبات تحولت الى جلوكوز، دي عباره عن طاقه ايه؟ طاقه كيميائيه. ايه ده يا مستر احمد؟ اه ما احنا اتفقنا مع بعض. اتفقنا على ايه يا مستر احمد؟ انا مش فاكر. تعال اما افكرك. بص يا هندسه، اتفقنا مع بعض يا باشمهندس ان انا عندك عمليه البناء الضوئي. مالها يا مستر احمد؟ عمليه البناء الضوئي بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه كيميائيه في النبات، صح كده؟ جميل قوي. وده التحول اللي بيحدث ايه؟ اللي بيحدث عندنا. يبقى احنا عارفين خلاص. يبقى الاكس هي عباره عن ايه يا مستر احمد؟ الاكس هي عباره عن الطاقه الضوئيه. فبالتالي ب وده راحوا ايه؟ في داهيه. طاقه ضوئيه، طاقه ضوئيه. حلو. الواي دي عباره عن ايه؟ طاقه كيميائيه مش طاقه حراريه. في الاجابه الصح هتبقى ايه؟ هتبقى ج. تعالى معايا بقى من السؤال رقم 5، لان السؤال رقم 5 ايه؟ مهم جدا وفي شغل ايه؟ في شغل كتير جدا. صلي كده عليه يشفع فيك وركز معايا. ماشي. قال لك اذا كان عدد مستويات الغذاء لسلسله غذائيه ما هو س. خلي بالك، اذا كان عدد مستويات الغذاء لسلسله غذائيه. عدد، ركز كده معايا، عدد مستويات الغذاء لسلسله غذائيه. حلو. هي السلسله بتبتدي من كام يا مستر احمد؟ السلسله عندك بتبتدي من كائنين، دي اقل سلسله. يعني مثلا زي مين؟ زي نبات مثلا اهو، وجراد. حلو. واتفقنا مع بعض في السنتر، قلت لك في معلومه مهمه، اياك ثم اياك ثم اياك تقع فيها. ايه هي؟ راس السهم على، شاطر، اللي بياكل. راس السهم على ليه؟ على اللي بياكل. يعني الجراد بياكل النبات. حلو. دي اقل سلسله، دي اصغر سلسله عندي. ممكن اكبرها عادي. ممكن اقول لك في سلسله تانية عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا نبات، وايه تاني؟ عندك نبات وعندك مثلا ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عندك فقر. بعد كده عندك مثلا مين؟ فار ايه؟ لا ممكن نقول بدل الفار ده نقول ايه؟ مثلا حشرات ولا اي حاجه. ماشي، حشرات. بعد كده سحليه. اهي دي سلسله. سلسله من كام كائن؟ من 3 كائنات. يبقى اقل سلسله عندك من كام؟ من 2، بعد كده 3 او 4. حلو قوي. قال لك اي مما يمثل عدد مستويات الغذائيه لمين بقى؟ التي تنتمي اليها الكائنات غير ذاتيه التغذيه. غير ذاتيه التغذيه. صلى عليه يشفع فيك وركز معايا. بص، انت اي سلسله معاك، اي سلسله بتبدا بايه يا مستر احمد؟ السلسله بتاعتك بتبدا ب، خلي بالك، ذاتي، بعد كده تبقى بعديها غير ذاتي. يبقى انت السلسله بتاعتك بكائن ذاتي التغذيه، بعد كده غير ذاتي الايه؟ التغذيه. طب تعالى هنا اهو، سلسله من 3.
حلو، ده عباره عن ايه؟ ذاتي. طيب بعد كده غير ذاتي، وده غير ذاتي. حلو، يبقى انت سلسلتك تبدا بذاتي بعد كده غير ذاتي. طيب ذاتي غير ذاتي غير ذاتي، يبقى انت السلسله بتاعتك بص كده هنا، السلسله بتاعتك دي كام مستوى؟ 2 مستوى. طيب مستر احمد الغير ذاتي قد ايه؟ الغير ذاتي 1. حلو، طب تعالى هنا السلسله دي من كام؟ من 3. صح؟ الغير ذاتي فيها قد ايه؟ 2. قال لا، طب تيجي كده نعمل سلسله ثانيه عشان اوضح لك حاجه كده صغنونه. بص عندك ادي نبات، بعد كده خروف، بعد كده اسد، بعد كده فطر، طبعا بعد ما الاسد ما يموت. حلو، السلسله دي من كام مستوى؟ 4 مستويات. صح كده؟ 4 مستويات. الغير الذاتي فيها قد ايه؟ 3. بص ادي مستوى 2 3 4. الغير ذاتي طبعا ده ذاتي، والباقي غير ذاتي ادي 1 2 3. فانت لو جيت خدت بالك دايما هتلاقي الغير ذاتي بجيب المستويات واشيل منها 1. تاني، الغير ذاتي لو عايز اعرف عدده بجيب المستويات واشيل منها 1. بص اهو سلسلتين. حلو، يعني كم مستوى؟ 2. الغير ذاتي شيل 1، فبقت ايه؟ بقت 1 بس. طب تعال السلسله دي كام مستوى؟ 1 2 3. الغير ذاتي 2، دايما بشيل مين؟ بشيل الذاتي، فالذاتي دايما كام؟ 1. تعال بص السلسله من 4. 4 ايه؟ 4 مستويات. الغير ذاتي 3 عشان النبات بيكون ايه؟ ذاتي. فدايما كده لو قال لك عدد المستويات الغذائيه التي تنتمي اليها الكائنات غير ذاتيه فهي عباره عن ايه؟ س ناقص 1. انك دايما انا بشيل الذاتي، فلو عايز الغير ذاتي شيل 1. ليه؟ لان دايما الذاتي بيكون رقمه كام؟ 1. ده كده بالنسبة للسؤال رقم كام يا هندسة؟ السؤال رقم 5. تعالى مع بعض كده للسؤال رقم كام؟ السؤال رقم 6. بيقول لك ايه في السؤال رقم 6؟ صلي كده على اللي يشفع فيك وركز معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ايه؟ على سيدنا محمد. بيقول لك ادرس المخطط المقابل جيدا ثم اجب ما مدى صحة هذا المخطط. تعالى نشوف. بص يا معلم، عناصر معادن ماء هواء. حلو، قال لك شجرة معمرة. يا عم حلو ماشي، يعني الشجره دي هتاخد العناصر الغذائيه دي من التربه. حلو، طاقه ضوئيه ممتصه عشان اعمل عمليه بناء ضوئي. بعد كده تعبان. ايه ده؟ ايه البلوه دي؟ هو التعبان بياكل نباتات الاشجار؟ لا، يبقى الخط ده بايظ. طب تعالى الشجره تتحول لعناصر غذائيه على طول او عناصر معدنيه؟ لا، ده لازم احط هنا ايه؟ فطر. لازم اجيب كائن محلل عشان يحول الشجره بتاعتي بعد ما تموت الى معادن. طب تعال نكمل. طب التعبان اللي هو اصلا خلاص احنا عرفنا ان المخطط ده كده بايظ، يعني السلسله دي بايظه. طب التعبان صقر. حلو ماشي، الصقر عناصر ومعادن وماء وهواء. ازاي؟ ما هو الصقر ده عشان يتحول لعناصر محتاج هنا كده ايه؟ فطر، كائن محلل. يبقى اصلا كله على بعضه غلط، يعني السلسله دي غلط والسلسله دي غلط والسلسله دي غلط. اذا المخطط ده كله غلط. ليه؟ عشان ناقصه حاجتين. اول حاجه ناقصه هنا كده في الحته دي اكل عشب. يعني مثلا عايزين هنا جراد، اي حاجه بتاكل الشجره، اي حاجه بتاكل عشب. وفي نفس الوقت محتاجين فطر هنا عشان يحول الكائنات الميته دي لعناصر. محدش بيحول لك الكائنات اللي عندك الى عناصر معدنيه غير الفطر بس، الفطر والبكتيريا. جميل قوي، فانت هنا ايه؟ محتاج كائن محلل. يبقى دي ناقصها حاجتين وتبقى صح. جميل قوي، تعال نشوف. قال لك بقى هل المخطط ده صحيح؟ لا طبعا مش صحيح. صحيح؟ لا مش صحيح. غير صحيح لغياب الكائنات المنتجه. لا، الكائنات المنتجه موجوده معايا اهي، اللي هي مين؟ الشجره. واكلات لحوم؟ لا، ما انا معايا الصقر ده اكل لحوم. جميل قوي، يبقى جيم غلط برضو. طيب دال تبقى دي الاجابه الصح. ليه؟ بص كده اقرا معايا. غير صحيح فعلا لغياب الكائنات المحلله، اللي هو مين؟ الفطر. قال لك واكلات العشب، طبعا، وبرضك واكلات الايه؟ اكلات العشب. جميل قوي، يبقى الاجابه عندك في السؤال رقم 6 هتبقى ايه؟ هتبقى دال. السؤال اللي بعده. السؤال رقم 7 بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك اي العبارات التاليه تصف تدفق الطاقه في السلاسل الغذائيه المقابله بشكل صحيح بفرض تساوي كميه الطاقه في الكائن المنتج في السلسلتين. يعني فين الكائن المنتج؟ الجزر والاعشاب هنا. قال لك تساوي الطاقه فيهم. فانا قلت لك تعمل ايه في حاجه زي كده؟ افرض رقم. يعني افرض رقم، تعال نقول هنا مثلا دي ايه؟ 100 جول، زي ما كنا بنعمل مع بعض كده في السنتر او في محاضرات الاونلاين. ادي 100 جول. حلو، احنا كل مره بنقل بكام؟ هنقل يا مستر احمد في فقد 90%، يبقى انا هشتغل بال 10% عن طريق القانون اللي قلت لك عليه. فال 100 دي هتبقى تيجي هنا تبقى كام؟ هتبقى 10.
وال10 تيجي هنا 1 والواحد هنا يبقى 1 من ايه؟ 1 من 10. يبقى الاسد هياخد هنا 1 من ايه؟ من 10. حلو. هنا 100. ما هو قال لك ليه 100؟ ما هو قال لك بفرض ان الاثنين زي بعض اهي، بفرض تساوي كميه الطاقه في الايه؟ في الكائنين الايه؟ المنتجين. تمام؟ تمام. تعال نشتغل كده للسلسله اللي تحت دي 100. ده هيبقى كام؟ 10. ده هيبقى كام؟ ده هيبقى 1. طب ده هيبقى كام؟ احنا ثانيه واحده. 100 10 1. ده هيبقى كام؟ هيبقى 1 من 10. النسر هنا يبقى كام؟ هيبقى 1 من 100. طبعا واضح قوي ان النسر هياخد حاجه قليله جدا عشان هو في المستوى الكام؟ المستوى الخامس. الاسد هياخد اكتر منه لانه في المستوى الرابع. واحنا اتفقنا مع بعض بزياده عدد المستويات تقل الطاقه ليه؟ المنتقله من مستوى لمستوى. حلو. فتعال نشوف بقى الاجابه الصح. بيقول لك ايه؟ الكائن 3 و7. فين 3 و7؟ تعال نشوف. تعال نجيب ايه الهايلايت ده ونشتغل مع بعض. بيقول لك الكائن 3 و7. فين 3 و7؟ ادي 3 اللي هو الاسد وادي السبعه اللي هو النسر. قال لك متساويين في مقدار الطاقه؟ لا طبعا دول مش متساويين في مقدار الطاقه. ليه؟ ده هيبقى 1 من 100 وده 1 من 10. فالاجابه الف غلط. اروح قال لك ايه؟ مقدار الطاقه التي تصل للكائن 5. مقدار الطاقه اللي تصل للكائن 5 اللي هو مين؟ الحلو ده الضفدع. ماله؟ قال لك اكبر من الكائن 4. فين كائن 4؟ اهو ده. يا لا يا عم، ده ضفدع واحد وكان 4 كام؟ 10. يبقى لا ما تنفعش. يبقى الإجابة برضك إيه؟ الإجابة ب غلط. تعال نشوف ج. وقال لك هنا إيه؟ 2 و4. 2 و4 أدي 2 وأدي الأربعة. 2 و4. قال لك متساويين في مقدار الطاقة. ده ب 10 وده ب 10. فالإجابة دي الصح. يبقى الإجابة الصح هي إيه؟ ج. لأن فعلا إيه 4 و2 الاتنين دول متساويين في الإيه؟ متساويين في الطاقة. ده بالنسبة لسؤال رقم كام؟ 7. السؤال رقم 8 بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ اي السلاسل الغذائيه الصحراويه تعبر عن انتقال المواد العضويه بشكل صحيح؟ صلى عليه وسلم فيك. تعالى واحده واحده كده نشتغل مع بعض. حلو. احنا اتفقنا مع بعض راس السهم على الايه؟ شاطر اللي بياكل. حلو. راح قال لك هنا ايه؟ الصبار بياكل الجمل. سبحان الله، اجابه غلط. قال لك ايه؟ البوم بياكل الغزلان. ماشي، قول ماشي. طب الغزلان بتاكل الفطريات؟ ازاي يعني؟ طيب البوم بياكل فطريات والبوم بياكل السلحفاء، فطبعا الاجابه دي متدمره خالص. تعال نشوف كده ده واحنا واقفين. التعبان بياكل حشرات؟ راس السهم على اللي بياكل. التعابين بتاكل حشرات؟ لا. طب التعابين بتاكل نباتات؟ يا عم لا. يبقى الاجابه ده الغلط. الاجابه الصح يا جيم. تعال نشوف ليه. الفطريات بتاكل ثعلب الفنك؟ هتقول لي ازاي بتاكلها؟ اقول لك يا ابني لما يموت بتحلله. الفطريات بتحلل اي حاجه، اي حاجه ميته. فهتلاقي دايما هي فوق كده وكل الاسهم رايحه لها. بتحلل النباتات؟ صح. بتحلل الغزلان؟ صح. طب ثعلب الفنك ياكل غزلان؟ والغزلان تاكل نباتات؟ فالاجابه الصح هي ايه؟ هتكون جيم. جميل قوي. تعال نخش على السؤال الايه اللي بعده. قلب معايا الصفحه يا بطل وهات السؤال رقم كام؟ 9. السؤال رقم 9 بيقول لك ادرس المخطط الذي امامك ثم اجب من امثله الكائنات ايه؟ هو عايز مثال على الكائن ايه ده؟ ده عباره عن ايه؟ صلي على الشفع فيك وركز معايا. تعال نعرف كده ايه مع بعض. بص يا معلم، سيبك من الاختيارات دلوقتي وتعالى نبص هنا كده. اول حاجه الدي الاسهم طالعه منها. الدي الاسهم طالعه منها. هل في سهم رايح لها؟ لا. هتقول لي يا مستر احمد ده انا هستفاد ايه من السهم؟ انا هستفاد ان راس السهم على اللي بياكل. حلو. فالدي طالع منها كل الاسهم، اذا دي انا ممكن اعتبرها كائن منتج اللي هو النبات. هو النبات الوحيد اللي كل الاسهم بتطلع منها. والفطر هو اللي كل الاسهم بتروح له. يبقى تاني، النبات كل الاسهم طالعه منه، والفطر كل الاسهم رايحه له. وصل؟ عشان بيحلل كل الكائنات. فانا ممكن اعتبر ان الدي ده عباره عن ايه؟ الدي ده عباره عن النبات. بص انا بس ايه بفكر كده عشان ايه اسهل على الدنيا. انا ممكن اخد الاجابات واشوف، بس لازم اشتغل بذكاء شويه. هو انا بقى ايه؟ بحل السؤال كده بشرح لك، يعني بعمل لك ريفيجن كده، مراجعه سريعه. حلو. طيب السي كل النبات، يبقى السي ده اكيد اكل عشب. اكيد ده اكل عشب. حلو. الايه ممكن يكون مفترس. ليه يا مستر احمد؟ صلى عليه يشفع فيك. انه كل حد بياكل العشب، فممكن يكون مثلا ده ضفدع، ممكن يكون مثلا تعبان، ممكن يكون ايا كان. مين دول؟ حلو. طيب مين البي كل الاسهم رايحه له. بص كل الاسهم رايحه له، فهعتبر ده ممكن يكون ايه؟ فطر. اتفقنا مع بعض. الفطر هو اللي كل الاسهم بتروح له. حلو. هو عايز الايه؟ يبقى اكيد الايه ده مستحيل يكون نبات، مستحيل يكون اكل عشب، وبرضه مستحيل يكون فطر. ليه؟ لان في سهم طالع منه، والفطر في سهم بيطلع منه. الفطر كل الاسهم بتروح له. حلو. فراح قال لك ايه؟ هو احنا اتفقنا مع بعض ان الايه ده ممكن يكون اكل لحوم، يعني مفترس. تمام. تعال نشوف بقى الاجابات. قال لك الايه
ممكن يكون مين الايه اللي هو ده؟ ممكن يكون مين؟ هل ممكن يكون نبات؟ لا مستحيل. ارانب؟ لا. الارانب يعني اكله عشب، وقلنا اكل عشب هيكون في السي، تمام. لا. والغزلان نفس الفكره. صقور جارحه؟ صقور ايه جارحه؟ اكل لحوم. ليه؟ لان اتفقنا مع بعض السي هو اكل عشب، فممكن يكون ايه بصراحه السي ده عباره عن ايه؟ غزاله، تكون ارنب، ايا كان. وطبعا الصقر او الصقور الجارحه هتاكل الارانب وهكذا، فالايه هو عباره عن اكل لحوم زي مين؟ الصقور الجارحه. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 9. تعالى كده معايا للسؤال رقم كام؟ السؤال رقم 10. بيقول لك يا باشمهندس في السؤال رقم 10 ايه؟ بيقول لك اي الكائنات التاليه تستمد طاقتها من الشمس بصوره مباشره؟ خلاص ده سؤال سهل وعبيط قوي، اكيد مين؟ النباتات، عشان تعمل عمليه البناء الايه؟ البناء الضوئي. سؤال رقم 11 بيقول لك ما نوع الطاقه التي تنتقل من كائن حي لاخر داخل السلسله الغذائيه؟ طبعا دي طاقه ايه؟ من كائن حي لاخر طاقه كيميائيه اللي هي متمثله في سكر الجلوكوز. اما من الشمس هتيجي للنبات طاقة ضوئية تتحول إلى طاقة إيه؟ كيميائية. أما المواد الكيميائية بتاعتك اللي هو سكر الجلوكوز ده بينتقل من كائن لكائن لكائن لكائن. النبات بتصنع الجلوكوز، بعد كده مثلا الغزالة تيجي تاكله فتاخد الطاقة منه المواد الكيميائية ديت. بعد كده يا محترم الأسد لما يجي ياكل الغزالة الطاقة الكيميائية دي هتنتقل إلى الأسد وهكذا. تعالى معايا السؤال اللي بعده. سؤال رقم كام؟ السؤال رقم 12 بيقول لك أي صور انتقال الطاقة التالية يقوم بها كائن محلل؟ اي صور انتقال الطاقه التاليه يقوم بها كائن محلل؟ صلى عليه يشفع فيك. كائن محلل، ها؟ محلل، حلو. بناء ضوئي؟ لا. افتراس؟ لا. حصول الفطر على طاقه من شجره ميته؟ ايوه. لان ايه؟ بص كائن محلل نعرف فطره ايه وبكتيريات. وخلي بالك خلي بالك احنا اتكلمنا عن الحته ديت في الترم اللي فات لو تفتكر. قلت لك سلاح التربه في الفصل الثالث الترم اللي فات. قلت لك كان سلاح التربه اللي عندك اللي بيغذي التربه ويخليها خصبه كانت البكتيريا والفطريات. ليه؟ عشان بتحول العناصر الميته الى عناصر غذائيه لمين؟ للنبات مره اخرى لو تفتكر يعني. بس انت على الله ان شاء الله، ولا فاكر اي نيل، انت بتفتكر المنهج بتاعك بالعافيه. السؤال رقم 13 يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يوضح احدى العمليات الحيويه. تاني، الشكل المقابل يوضح احدى العمليات الحيويه التي تحدث في الكائنات الحيه. الراجل ما حددش. قال لك ادرسه جيدا ثم استنتج اي مما يلي يصف الكائن الذي يقوم بهذه العمليه. حلو قوي، صلى عليه يشفع فيك. ثاني اكسيد الكربون وماء داخله لكائن حي؟ بس انا عرفت مفيش غير واحد بس اللي بيدخله ثاني اكسيد الكربون وماء، ده مين؟ ده النبات. والدليل دخلت له طاقه شمسيه. يبقى هنا كده انا محتاج اكيد ايه؟ صبغه الكلوروفيل. شاطر، صبغه الكلوروفيل، عشان دي اللي بتساعد على عمليه البناء الايه؟ الضوئي. ممكن اضيف لك كده معلومه. صبغه الكلوروفيل ده عشان تبقى موجوده والنباتات تبقى خضراء محتاج غاز النيتروجين، مش غاز النيتروجين، محتاج النيتروجين نفسه، تمام. وده اللي اتكلمنا عنه الترم الايه؟ الترم اللي فات لو تفتكر، اللي هي ال NPK. ان كان نيتروجين لاخضرار اوراق النباتات، والبي فوسفور عشان تسبيك جذور النباتات، والبوتاسيوم علشان تقويض ايه؟ اول حاجه نمو صحي للنباتات. وكمان يا باشمهندس اللهم صل على سيدنا محمد انتاج الثمار، وبالتالي طبعا تكوين الزهور، بعد كده انتاج الايه؟ الثمار. ده خدناه الترم اللي فات فمش محتاج. وانا بس عايز ايه؟ المعلومه دي ان النيتروجين مهم قوي عشان اخضرار اوراق النباتات، وبالتالي تعمل عمليه البناء الضوئي اللي احنا بنتكلم فيها صبغه الايه؟ الكلوروفيل. حلو. يبقى انا كده بتكلم على مين؟ بتكلم على كائن منتج، ده النباتي. خلاص هو ده واضح، نبات. فمحلل؟ لا. اكل عشب؟ لا. اكل لحوم؟ لا. منتج؟ ده مين؟ ده النبات. فده سؤال سهل ما فيهوش اي ايه؟ ما فيهوش اي مشكله. تعال سؤال رقم 14 بيقول لك فيه يا باشمهندس اذا كانت س، حلو، مالها س؟ كائنات تنتج الطاقه الكيميائيه، نباتات يعني، لجميع الكائنات الاخرى كلها. يبقى مستر احمد معلش انا برضو في حته كده عايزك تبقى واخد بالك منها. كائن منتج بيقوم بعمليه بناء ضوئي، فمش عايزك تحط نفسك في زون النباتات بس، لان الطحالب برضو بتعمل بناء ضوئي زي ما خدناها مع بعض الترم اللي فات. فانت عندك كل ما لونه اخضر يبقى اعرف انه بيعمل بناء ضوئي. ماشي. يبقى انت عندك كده يا باشمهندس النباتات والطحالب بتعمل عمليه بناء ايه؟ ضوئي. فقال لك س كائنات تنتج الطاقه الكيميائيه لجميع الكائنات الحيه. يبقى انا خلاص يبقى ده عباره عن ايه؟ لونه اخضر، يعني ده اما نبات او طحالب. قال لك صاد تستمد الطاقه من جميع الكائنات الاخرى. يبقى صاد ده اكيد مين؟ ده اكل. اكل ايه بقى؟ اكل اعشاب او اكل لحوم. بس قال لك بص من جميع الكائنات الاخرى. خلاص يعني ده يعني ممكن اقول لك يا اما يكون فطر. ما هو خلي بالك هنا حدد، قال لك جميع الكائنات الاخرى. جميع الكائنات الاخرى. هو هنا يعني حدد لك حاجه مهمه جدا جدا لازم تبقى واخد بالك منها. حته جميع الكائنات الاخرى يبقى هو اي كائن ممكن ياخد منه طاقه.
حلو، بس لو انا قلت اسد مثلا، الاسد ده مش كل الكائنات، لانه مش هياخد طاقته من الشاطر النباتات. وصلت؟ فغالبا صاد ده كائن محلل. انا على فكره ما بصيتش على الاختيارات، ها، ما بصيتش معاك على الاختيارات. يبقى س ده كائن منتج، ده نبات او طحالب. حلو. صاد قال لك يستمد طاقته من جميع الكائنات الاخرى، فاحتمال كبير هو مفيش غير واحد بس اللي بيستمد طاقته من جميع الكائنات، هو الفطر الوحيد. كل الكائنات ما بيسميه، مش مهم ده مين هو، تعالى. فاهم؟ اما الكائنات المفترسه حاجات معينه زي الاسد مش هياكل نباتات، فبياكل مين؟ لحوم، بالظبط كده، وهكذا يعني. فقال لك س على الترتيب بقى، فان س وصاد هما مين على الترتيب؟ قرش باظت، طحالب عشب تنفع. حلو. صاد بقى تبقى مين؟ قرش ولا هائمات حيوانيه ولا فطريات رميه؟ حلو. بص، الاجابه ب وجيم ينفعوا، ولكن حته انها قال لك ايه؟ تستمد الطاقه من جميع الكائنات الاخرى، ما تخليش القرش، لان القرش مش بياكل كل الكائنات، يعني مش هياخد طاقته من النبات ولا الحشرات. وصلت؟ يبقى اكيد ده مين؟ الفطره. فالاجابه الجيم تبقى صح، والسؤال ده جامد جدا، لازم تبقى واخد بالك منه قوي. تعالى على السؤال اللي بعده يا باشمهندس، خلي بالك السؤال ده انا شايفه مهم جدا جدا، فلازم تبقى واخد بالك منه. تمام؟ مهم جدا. تعالى كده السؤال رقم 15 في صفحة رقم 3. بيقول لك المخطط المقابل يمثل سلسلة بحرية، وكل حرف من A B C D E يمثل مستوى مختلف. فأي هذه المستويات تتواجد في قاعدة الهرم الغذائي؟ القاعدة، احنا عارفين دايما ان القاعدة تحت بيكون فيها الكائن المنتج، عارفين الكلام ده، والمستويات التانية بيكون ايه؟ مستهلك. صح كده؟ جميل. يبقى منتج، وده ميم س، مستهلك. ده منتج ميم جيم. تمام؟ جميل قوي. يبقى تعال نبص كده، قال لك ايه بقى؟ في اي هذه المستويات تتواجد في قاعدة الهرم الغذائي؟ انا عايز كائن منتج. تعال نبص كده، مين الكائنات المنتجة؟ حلو. ايه؟ بدون تفكير، والسؤال سهل ليه؟ عشان دخله ضوء. الكائن المنتج اللي هو مين؟ النبات، وهو ده الوحيد اللي تحدث له عمليه البناء، ليه؟ عمليه البناء الضوئي. جميل قوي. فيدخل له ضوء مع طبعا ثاني اكسيد الكربون، ومين تاني؟ والميه. طبعا ثاني اكسيد الكربون عن طريق الغلاف الجوي، والميه عن طريق التربه، وتعمل عمليه البناء الضوئي طبعا في وجود صبغه الايه؟ الكلوروفيل. يبقى ده الكائن مين؟ الايه؟ ده اللي موجود في القاعده. جميل قوي. تعال نشوف كده اللي بعده يا اساتذه، السؤال رقم كام؟ 16. السؤال رقم 16 بيقول لك ايه؟ السؤال ده برضو مهم جدا وجميل جدا. خلي بالك منهج العلوم المتكامله حلو، ولكن محتاج حل اسئله كتير قوي. زي ما قلت لك، خلي بالك لازم تحل اسئله كتير جدا 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 في العلوم المتكامله. وطبعا بفضل الله تعالى زي ما احنا متعودين مع بعض، الترم اللي فات حلينا مع بعض 4 كتب، وباذن الله تعالى الترم ده برضو هنحل مع بعض 4 كتب. طبعا قلت لك الكتاب بتاعي اللي انا بديهولك معاك في السنتر، او انت بتاخده مني، سواء انت في كل اي مكان في ايه في المحافظات، ببعته لك يعني لطلاب الاونلاين. الكتاب بتاعي بيكون لامم كل اسئله الكتب الخارجيه ما عدا كتاب الامتحان، عشان كتاب الامتحان بنحله مع بعض على اليوتيوب، بنزل لك الحل بتاعه كامل على اليوتيوب لوحده كده. سؤال رقم 16 بيقول لك ايه؟ ادرس المخطط المقابل الذي يمثل شبكه غذائيه في نظام بيئي ثم اجب. وخلي بالك برضك عشان في حته مهمه تبقى واخد بالك منها. مش معنى اني بقول لك كتاب الامتحان بنحله لوحده ان خلاص يبقى ده المهم بس، لا طبعا. لا، الكتب التانية مهمة جدا. وخلي بالك امتحان الترم اللي فات اللي جه، كل الاسئله جت، مفيش غير سؤال واحد بس منها كانت فكرته موجوده في كتاب الامتحان. شفت بقى القنبله الضخمه دي؟ فكره واحده بس او فكرتين تقريبا. معظم الامتحان كان متبعتر في الكتب الخارجيه كلها. فانا عشان كده بقول لك دايما عايزين نحل كل الكتب الخارجيه اللي موجوده في ماده العلوم الايه؟ المتكامله، لان الكتب كتير جدا، فلازم نحلها كلها. ما ينفعش نركز على كتاب واحد بس، دي حاجه غلط. بيقول لك ايه في سؤال رقم 16؟ بيقول لك يا باشمهندس ادرس المخطط المقابل الذي يمثل شبكه غذائيه في نظام بيئي ثم اجب. حلو. قال لك الكائن الاسرع تاثرا باختفاء الفئران. انا الفار ده هيختفي، مين اللي هيتاثر بشكل سريع؟ حلو. هقول لك مين اللي بياكل الفار. اللي بياكل الفار الافعى والبومه والقط البري. حلو. جميل قوي. طب يا مستر احمد عيوني، مين اكتر واحد هيتاثر؟ الافعى. الافعى ما بتاكلش في الشبكه اللي قدامك دي غير الفار، فلو الفار اختفى الافعى دي تموت وهتتاثر بشكل سريع جدا، فالافعى تبقى معايا. البومه ما بتاكلش في الشبكه اللي قدامك ديت، في الشبكه في الرسمه اللي قدام. ما تقوليش ما هي ممكن تاكل ارانب، هقول لك هو ما عملش سهم، يعني ما طلعلكش سهم كده طالع من هنا ايه؟ من الارنب للبوم، لا، يبقى هو مش عايزك تعمل كده. هو ركز على الاسهم اللي هو عملها لك. يبقى البوم ما بتاكلش في الشبكه اللي راسمها لك غير الفار،
فالفار لو اختفى البومه مش هتاكل، فالبقاء لله هتموت وهتتاثر، فبالتالي البومه برضك هتتاثر معانا. جميل قوي. طب تعالى بقى مين للقط البري. القط البري بياكل الفار وبياكل ارانب. حلو. يبقى لو الفار اختفى مش هيتاثر قوي لانه هياكل ارانب، لانه في سهم طالع من الارنب. حلو. يبقى الاكثر تاثرا الافعى والايه والبومه، او البومه والايه والتعبان. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ج. يلا مع بعض كده يا حبايبي نخش مع بعض على السؤال رقم 17. بيقول لك الشكل المقابل يوضح دور احد الكائنات الحيه في النظام البيئي. مواد عضويه، املاح معدنيه. بص يا استاذ، محدش بيعمل لك العمليه دي ان يخلي اي، بص ايا كان الكائن، بص كده معايا، اول ما تلاقيه راح الناحيه التانيه بقى مواد معدنيه، اللي انت ممكن تقول عليها برضك املاح معدنيه. مفيش غير كائن واحد بس اللي بيعمل الحركه دي، وهو مين؟ الفطر والبكتيريا، او ممكن تقول عليها الكائنات الايه؟ المحلله. قشطه. بس فتخلي بالك من كده. فراح قال لك ايه ده عباره عن ايه؟ خلاص ده عباره عن كائن محلل. ليه؟ عشان قلت لك ماده عضويه املاح معدنيه، يبقى ده كائن ايه؟ محلل. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ د بكل بساطه. السؤال اللي بعده، عايزك تركز كده، خلي بالك يعني اجابات الاسئله بيكون هي في حاجه صغيره جدا، خدت بالك منها السؤال خلاص بقى انت عارف الاجابه بتاعته يعني. ماشي. بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ اي الكائنات التاليه تمثل مجموعه كائنات تصنف على انها مستهلكه. قال لك تصنف على انها ايه؟ مستهلكه. جميل قوي. تعالى كده بس ان ايه نمسح ده عشان نعرف نشتغل براحتنا. كائنات مستهلكه. حلوه. تعالى واحده واحده. فطريات، طحالب، هائمات. خلاص عندنا اجابه باظت. انا اجابه اللي باظت الف. ليه؟ لان الفطريات مستهلك، والهائمات والطحالب. عندك الطحالب دي مش مستهلكه، منتجه، فبوظت لي الاجابه. طحالب بوظت الاجابه. نفس الفكره. فطريات ضفدع. جميل جميل. ذره بوظت لي الاجابه، لان الذره عباره عن نبات وده ايه؟ منتج. اسماك مستهلك. غزلان مستهلك. جراد مستهلك. اذا الاجابه الصحيحه ايه؟ ده بكل بساطه. سؤال رقم 19 بيقول لك ادرس المخطط الموضح ثم اجب. صلي على النبي. اي تلك الحلقات الغذائيه الموضحه تمثل المستهلك الثاني؟ ركز كده معايا الله يبارك لك. بيقول لك الايه؟ المستهلك الايه؟ المستهلك الثاني. صلى عليه وعافيك عليه الصلاه والسلام. انا بتكلم على مستهلك تاني. حلو. نبات الملفوف اللي هو الكرنب بتاعك ده عباره عن ايه؟ منتج. جميل قوي. ده منتج صح. عندك بقى كل دول اللي هو المستوى الثاني ده مستهلك اول، يعني ده كده مستهلك ماشي اول. حلو. اللي هم دول مستهلك ايه؟ اول. تعالى على العصافير مستهلك تاني، هي والقنفذ مستهلك تالت. حلو. مستهلك ايه؟ انا اسف، تاني. تالت ايه؟ تاني. الطائر الجارح خلي بالك على حسب بقى. لو انا مشيت كده اهو، بص خلي بالك عشان الحته دي مهمه قوي، والله مهمه. بص لو انا مشيت كده اهو، ده مستهلك اول، مستهلك تاني، فالطائر الجارح بقى تالت. ولو انا مشيت كده اهو، بص لو انا مشيت كده اهو بقى ده اول، فهنا بقى تاني. فالطائر الجارح ممكن يكون مستهلك تاني وممكن يكون مستهلك تالت. هو عايز ايه؟ مستهلك تاني. وبص راح قال لك ايه بقى هنا؟ قال لك بص ايه؟ فقط. يعني فقط يعني مش عايزه يكون اتنين وتلاته. اذا يبقى الطائر الجارح طار بره، يبقى البي ما تنفعش، وكده كده الاس ما تنفعش عشان ده منتج، والار ما تنفعش لان ده ايه؟ مستهلك اول. يبقى الاجابه هتبقى ايه في الحلقه؟ كيو. مفيش غير دول بس هم اللي ايه؟ المستهلك الايه؟ التاني. فالاجابه هتبقى كيو ج بكل ايه؟ بكل بساطه. قلب معايا الصفحه كده يا وحش. في السؤال رقم 20 بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك كالاتي. صلى على النبي وركز معايا. بيقول لك إذا كان كمية الطاقة في حلقة غذائية التالتة 10 سعرات، حلقة غذائية التالتة 10 سعرات حرارية، تكون في الحلقة الأولى والرابعة على الترتيب قد إيه؟ صلى على النبي. بص تعالى نعمل كده إحنا مع بعض حلقات. ماشي. الحلقات ممكن تعملها في هرم أو ممكن تعملها في سلسلة، مش هتفرق معايا. تعالى بس إحنا نعمل واحدة مع بعض. تعالى نقول مثلا إيه؟ نبات. ماشي. ونقول مثلا بعديها جراد. بعد كده نقول لي مثلا إيه؟ ضفدع. ماشي. بقى هو قال لك ايه رابع؟ تعال نكمل شويه كمان. تعال نقول مثلا بعد كده ايه؟ تعبان. بص انت عندك كام واحده بقى؟ ما شاء الله عندنا ايه؟ كذا واحده ايه. بص
ادي عندك هنا ايه؟ ادي اول، تاني، تالت، رابع. حلو. هو راح قال لك ايه؟ قال لك في الحلقه الغذائيه الثالثه 10 سعرات، الثالثه دي 10. حلو. احنا اتفقنا كل مره بنضرب في 10%، صح؟ طب خلاص انا عايز ارجع اقسم على 10%. فال10 دي في الثالث، يعني ده كده في الثالث، وده الثاني، وده الاول، وده الرابع. حلو حلو. يبقى لو هنا 10 يبقى هنا اكيد كان 100، واكيد هنا كان 1000، وهنا اكيد كان كام؟ كان 1. حلو. هو عايز ايه بقى؟ قال لك تكون في الحلقه الاولى كام؟ في الحلقه الاولى 1000. يبقى احنا عملنا ايه؟ قلت لك قبل كده واحنا ماشيين بناخد الطاقه نضربها في 10، يعني 10%، يعني ال1000 تبقى 100 وال100 تبقى 10، تبقى هرجع ال10 تبقى 100 وال100 تبقى 1000 وهكذا. قشطه. يبقى رقم واحد هتبقى 1000، يبقى هشيل الاجابه ايه؟ هشيل الاجابه ج. حلو. طيب وقال لك ايه؟ الرابعه بكام؟ بواحد. خلاص يبقى الاجابه هتبقى 1001، اللي هي الاجابه هتبقى د. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ السؤال رقم 20. عظيم عظيم. تعال نخش على السؤال اللي بعده، السؤال رقم كام؟ 21. صلي على النبي. بيقول لك ايه يا باشمهندس في السؤال رقم 21؟ بيقول لك لا يتميز الهرم الغذائي في السلسله الغذائيه بايه؟ لا يتميز، خلي بالك، بص بيقول لك لا يتميز، يعني في عندك 3 اجابات، دي مميزات واجابه واحده مش مميزات. قال لك لا يتميز الهرم الغذائي في السلسله الغذائيه بايه؟ واحد، تناقص الطاقه عند انتقال للقمه. حقيقي، وانا بنتقل اصلا عند القمه الطاقه بتقل، فمش هختارها ليه؟ عشان اقول لك لا يتميز. حلو، فهشيل ديت، صح كده؟ قال لك اعداد الكائنات الحيه عند الانتقال للقمه، ما هو نفس الفكره، اعداد الكائنات الحيه عند الانتقال للقمه بتقل برضه. جميل قوي، فدي برضه لا، هشيلها. قال لك تزايد الطاقه في الحلقه الاولى عنها في الحلقه الثانيه. الحلقه الاولى دي بتكون الاعلى في الطاقه، صح ولا غلط؟ جميل. يعني انا بص، انا باخد دي بس مثال اللي فوق، يعني دي سؤال تاني لوحده، بس هي الرسمه خدمتنا يعني. ماشي. انا في الحلقه الاولى دي عباره عن الطحالب او النباتات وهكذا، الكائنات المنتجه، فدي بتكون اعلى في الطاقه، وانا طالع الطاقه بتقل. ففعلا الحلقه الاولى اللي هي الاولى اعلى من الثانيه في الطاقه، فدي برضو هشيلها. فالاجابه الصح هتبقى ايه؟ ده. ليه بقى؟ قال لك بص، تزايد الاعداد عند الانتقال من اكلات العشب لاكلات اللحوم. يعني انا بص، اكلات العشب اللي هو الجراب مثلا هنا، لاكلات اللحوم زي التعبان، وانا طالع كده الاعداد بتزداد. لا، احنا اتفقنا مع بعض الاعداد بتقل. قلت لك في الحلقات وانا طالع لفوق في الهرم الغذائي اللي عندك، قلت لك وانت طالع الطاقه بتقل والاعداد بتقل، وبالتالي يا باشمهندس الكلام ده غلط، فهختارها ليه؟ عشان اقول لك لا يتميز. وصلت؟ جميل قوي. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 21. السؤال رقم 22، ركز بقى في الرسمه عشان في شغل محترم قوي السؤال ده. بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك عند الانتقال من مستوى غذائي الى مستوى غذائي اخر في هرم النظام البي اكس، الهرم ده. حلو. قال لك الطاقه تنتقل بنفس معدل انتقالها في نظام البي اي واي. هو بص، لو قرات الاختيارات بيقارن الطاقه هنا وهنا. حلو. واحده واحده. انت عندك هنا دلوقتي ايه؟ انا عندي هنا لو جيت خدت بالك، عندك ده ادي مستوى، التاني، التالت، الرابع. طب وهنا اول، تاني، تالت، رابع. اذا الطاقه كلها واحنا طالعين زي بعض. ازاي؟ يعني انا مثلا لو جيت فرضت هنا كده ده ب100، فهطلع فوق ده يبقى ب10، هطلع فوق بواحد، ده هيبقى بواحد من 10. قشطة. حلو. طب هنا ده لو قلنا ب100 الاتنين زي بعض، هطلع فوق هيبقى ب10، اطلع فوق هنا يبقى بواحد، اطلع فوق هنا بواحد من ايه؟ من 10. فرض بالطاقة زي ما شرحنا مع بعض في المحاضرات بتاعتنا، لو بفرض طاقة كل مرة بطلع بضرب في 10%. فراح قال لك الطاقة تنتقل بنفس معدل انتقالها في النظام البيئي واي. ما ده حقيقي فعلا، وانا طالع الطاقة بتنتقل بنفس المعدل، يعني كل مرة بنقص كام؟ 90% او باخد 10%. حلو ولا مش حلو؟ حلو طبعا. اما انا ال100 بقت 10 يبقى انا قلت كام؟ 90، وهنا ال100 بقت 10 يبقى انا قلت ايه؟ 90. او ممكن اقول حاجة تانية، انا باخد 10% من الطاقة، فهنا 100 بقت 10، هنا 100 بقت 10، والاثنين هيبقوا زي بعض، فالاجابه الصح هتبقى الاجابه ايه؟ الف على طول. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك اي العبارات التاليه تعبر عن سبب نقص عدد مستويات الطاقه في الايه؟ في هرم الطاقه. حلو قوي، صلى على النبي، ركز معايا. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي العبارات التاليه تعبر عن سبب نقص عدد مستويات الطاقه. يعني ليه وانا طالع اصلا الطاقه عماله بتقل عندي؟ ايه السبب في ده؟ تعال نشوف. راح قال لك ايه؟ زياده كفاءه الانتقال. يا جدع، يعني انا طالع فوق الطاقه بتقل، فدي كده كفاءه، الكفاءه بتزيد. طبعا كلام تخلف غلط، فالاجابه هتبقى ايه؟ غلط. قال لك فقد الطاقه في كل مستوى غذائي بنسبه 90%. فعلا ده كلام صح. ازاي؟ مش احنا اتفقنا مع بعض لو الاولاني 100 فالتاني بيكون 10؟ طب كده اللي اختفى قد ايه؟ اللي اختفى 90.
يبقى ايه اللي بيحدث؟ في فقد في الطاقه 90. طبعا قلنا كلمه فقد يعني مش بيختفي، لا هو بيتحول الى ايه؟ 3 حاجات عندنا: طاقه حراريه وطاقه حركيه وتنفس واخراج، زي ما شرحناها مع بعض في السنتر او في المحاضرات الايه اونلاين على المنصه. فالاجابه الصح هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى الاجابه ب. دي الاجابه الايه الصح. حلو. تعال لسؤال رقم 24 بيقول لك ايه يا هندسه؟ تزيد الطاقه في الكائن اكس في النظام البحري عن الطاقه في الكائن واي بمقدار قد ايه؟ السؤال ده قلت لك فيه قانون بنحل عليه مع بعض، شرحته لك في المحاضره بتاعت الاونلاين برضك في الايه وفي السنتر. قلت لك خلي بالك من القانون ده عشان مش مكتوب في الكتب وانا قايل لك عليه، فخلي بالك منه. قلت لك القانون بتاعك عباره عن ايه؟ قلت لك لو قال لك كلمه تزيد او تقل هعمل ايه؟ قلت لك لو قلت لك كلمه تزيد راح اقول لك كده الطاقه اللي بتزيد عباره عن ايه؟ بتساوي، فراح اقول لك ايه؟ الاول على التاني. ولو قلت لك كلمه تقل اروح اقسم الايه؟ التاني على الاول. والكلام ده طبعا قلت لك بعد ايه؟ لو تفتكر قلت لك بعد فرض ارقام الطاقه. حلو. تعالى بقى نحل السؤال ده مع بعض. انا قلت لك عندك هنا بدايتك هنا، وافرض اي رقم انت عايزه. تعال نفرض كده رقم مع بعض، صلي عليه يشفع فيك. هنقول مثلا المعلم ده بكام؟ قول مثلا ده ب1000. هنا هبقى ب100. هنا هبقى ب10. هنا هبقى 1. هنا هبقى 1/10. قال لك ايه بقى؟ قال لك في النظام البحري، قال لك بص تزيد الطاقة في الكائن اكس على الكائن واي بقد ايه؟ تزيد وسط مقام الاول على الثاني. مين الاول؟ هو قال لك اكس وواي وقال لك تزيد، يبقى الاول بكام؟ ده اللي بيجي الاول. عرفت منين؟ ما هو السهم ماشي كده اهو. يبقى ده الاول وده الثاني. حلو. ده بكام؟ ب100. والتاني بكام؟ بواحد. يبقى 100 على واحد بكام؟ ب100. تبقى الإجابة عندك بكام؟ ب100. ده بالنسبة للسؤال رقم كام؟ 24. وخلي بالك ده من الأسئلة المهمة قوي، وخلي بالك من القانونين دول عشان ده مهم جدا 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 جدا، ومحدش يقول لك عليهم. ها؟ أنا جايب لك حاجات سحرية أهو، خلي بالك. تعالى معايا في السؤال رقم كام؟ 25. بيقول لك إيه يا باشمهندس؟ بيقول لك في السلسلة الغذائية المقابلة يحصل الحوت على إيه؟ فين الحوت؟ أهو بس ما ترسمش. حلو. تعالى نرسم الحوت احنا مع بعض، يلا عادي احنا رسامين. ادي الحوت اهو. ليه بتكسفنا كده اهو؟ حوت اهو. قشطه. حلو. لا ماشي حال. والقرش، القرش بقى سهل، ده انا بعرف ارسمه. صح كده ولا ايه؟ زي القرش برضه ولا ايه؟ اهو عنده اسنان شريره اهو. ده القرش. انا في الرسم ما عنديش يوم مرحميني زي ما انتوا عارفين يعني، بس طبعا انا برسم في السنتر احسن من كده يعني. المهم، قال لك يحصل الحوت على ايه من كميه الطاقه الموجوده في القرش؟ يعني الحوت بيحصل على قد ايه من اللي في القرش؟ تعال نقول رقم. يعني احنا مثلا قلنا القرش عنده 100، فالحوت هيحصل على ايه؟ هيحصل على 10. يعني قد ايه؟ هيحصل على 10% بس، فالاجابه هتبقى 10 في الايه؟ في المية. يبقى الحوت بيحصل على قد ايه من القرش؟ هيحصل عليه 10% فقط. طبعا اي كائن بياخد 10% من اللي قبليه اللي هو اللي كله يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا هندسه؟ الشكل المقابل يوضح العلاقه بين كائنات تعيش معا في نظام بيئي. ادرسه جيدا ثم حدد اي الكائنات تحصل على الطاقه بصوره غير مباشره من الكائنات المنتجه. بصوره غير مباشره. بص صل على النبي. هشرح لك كده حاجه جميله قوي تفهم بيها اللعبه والخلاصه في ديت. بص ده هنقول مثلا ده واحد. طب اقول لك على حاجه ايه؟ تعال نفرض كده عشان في ناس ايه ما شاء الله في الرياضه عباقره، فبلاش ارقام. هنقول مثلا نبات. حلو. تعال نقول جراد. وتعال نقول مثلا ايه؟ ضفدع. بص صلى عليه يشفع فيك. ده اولاني، تاني، تالت، صح؟ انا بقول لك ايه؟ يحصل على الغذاء من النبات بشكل مباشر. المباشر يعني اللي بياكل النبات على طول. اللي بياكل النبات على طول ده بنسميه مباشر. اللي بيحصل على الطاقة من النبات بشكل غير مباشر الضفدع. هتقول لي ازاي ده ما بياكلش النبات؟ اقول لك هو بيحصل على الطاقة من النبات بشكل غير مباشر. ليه؟ علشان الجراد في النص ما بينهم. ادام في وسيط في النص يبقى ده بسميه غير مباشر. يبقى لو على طول مباشر، حد في النص يبقى غير ايه؟ غير مباشر. تمام تمام. فده النبات اهو. مين مع النبات على طول؟ الجراد
والارنب والفار، دول مع النبات على طول اهو، اهو صح، يبقى دول مباشر. ادام على طول يبقى ايه؟ مباشر. كل ده ايه؟ مباشر. مين اللي بقى الغير مباشر؟ الغير مباشر اللي مش معاهم على طول، اللي هم اللي بعد مين؟ بعد المباشر. يبقى التعبان غير مباشر، والسحلية دي غير مباشر، والنسر غير مباشر. صعب ده؟ لا. تعالى بقى كده ايه مع بعض، تعال نشوف. يبقى أنا عندنا كام؟ 6 السحلية، وعندنا 4 التعبان، وعندنا 7. 6 4 7. فين 6 4 7؟ الإجابة ايه؟ الإجابة د هي الإجابة الايه؟ الصحيحة. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 26. تعالوا كده يا حبايبي نخش مع بعض على السؤال رقم 27، واللي بيقول لك فيه للحصول على اعلى طاقه من سلاسل الغذاء البحريه نعتمد على ايه؟ اعلى طاقه، يبقى كده بتكلم على الكائن المنتج اللي هو مين عندك هنا؟ الطحالب الايه؟ الطحالب البحريه. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 28 بيقول لك اي الرسومات التاليه يعبر عن اتجاه مين يا مستر احمد؟ انتقال الطاقه في هرم الطاقه بشكل صحيح. طبعا احنا عارفين ان الطاقه بتنتقل من اقل، او مش من اقل، من القاعده الى الاعلى، يعني المنتج الى المستهلك. فهي ما بتكونش لفوق لتحت بالشكل اللي قدامك ده، لا ما بتكونش لتحت كده، ولا بتكون لتحت هنا، ولا بتكون فوق وتحت. هي بتبقى عباره عن ايه؟ فوق. الطاقه بتنتقل من ايه؟ من المنتج الى الايه؟ المستهلك. بالظبط كده. بالتالي الاجابه الصح طبعا هي الاجابه ايه؟ الاجابه د، الاجابه الايه؟ الصح. اللي بعده يا شباب السؤال رقم كام؟ 29، وجاب لك هنا علاقه بيانيه فركز فيها الله يبارك لك. بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك اي الاشكال البيانيه التاليه تعبر عن العلاقه بين كميه الطاقه الايه؟ المنتقله بين الحلقات وعدد الحلقات. طبعا احنا عارفين زي في الهرم اللي فوق ده من شويه قلنا مع بعض يا شباب، كل ما بطلع لفوق كل ما الحلقات بتزيد. طبعا دي بنسميها حلقات او مستويات، ولكن في الاصح بتكون حلقات لان بتجمع لك اكتر من حاجه. كل ما بطلع لفوق الحلقات ديت الطاقه المنتقله معايا بيحصل ايه؟ بتقل. في علاقه ايه؟ عكسيه طبعا، مش بتزيد وتقل، ولا هي ثابته ولا حتى بتزيد. ايه اللي بيحصل لها يا مستر احمد؟ بتقل. كل ما عدد الحلقات بيزيد كل ما الطاقه بتاعتك بتقل بالشكل ده. فالإجابة الصح هتبقى علاقة إيه؟ علاقة عكسية، فالإجابة هتبقى د. قلب معايا كده الصفحة يا هندسة، وهات صفحة 7، ونجيب مع بعض السؤال رقم كام؟ 30. صلي عليه يشفع فيك وركز معايا. السؤال رقم 30 بيقول لك إيه يا وحش؟ بيقول لك ادرس المخطط المقابل ثم أجب. الكائنات التي ينتمي إليها الكائن س هو مين؟ صلي عليه يشفع فيك. أول حاجة طحالب ده منتج عشان نبقى فاهمين. اليرقات مستهلك، صح كده؟ جميل. وأسماك صغيرة اخوها مستهلك، واكيد السين مستهلك، والقرش مستهلك. الطحلب بس او الطحالب بس هي المنتجه، والباقي كله مستهلك. حلو. فراح قال لك ايه بقى؟ هل هي الكائنات المنتجه؟ اكيد لا. طب هل هي اكلات عشب، ولا اكلات لحوم، ولا كائنات محلله؟ صلى عليه يشفع فيك. اول حاجه اليرقات اللي ممكن نقول عليها اكلات عشب، مع انه مش عشب طحلب يعني، ماشي. ف ادام فوق يبقى ما ينفعش يكون ايه؟ اكلات عشب. فكده مش قدامك غير حاجتين، يا اما كائنات محلله او اكلات لحوم. صلى عليه يشفع فيك. الكائن اللي عندك ده عباره عن ايه؟ دي اسماك صغيره، صح كده؟ دي اسماك صغيره. حلو. والسين بتاكل الاسماك الصغيره، اذا دي اكلات ايه؟ لحوم. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ اكلات اللحوم. الاجابه اللي هتبقى ايه؟ جيم. اللي بعده راح قال لك ايه؟ يحصل كائن منتج عندما يحصل كائن منتج على 3000 وحدة طاقة. يعني ممكن نقول يا عم 3000 جول وخلاص، وريح ايه؟ ريح دماغك، كأن دي 3000 جول. وحدة طاقة جول وخلاص. فإن ما يصل إلى المستهلك التاني منها قد إيه؟ حلو. اللعبة الجميلة بتاعتنا بنضرب في 10%. أعمل إيه؟ هو قال لك 3000 صح؟ ال 3000 دول بتوع مين؟ بتوع المنتج. أهو ده كده المنتج، صح؟ اه. بتوع مين؟ المنتج. حلو قوي الكلام ده. الطاقه دي هتروح لكام واحد؟ لمستهلك تاني. حلو. يبقى انت عندك هنا كده اللي بعد المنتج المستهلك الايه؟ المستهلك الاول. مستهلك اول. حلو. طب مين بعد المستهلك الاول؟ شاطر. المستهلك الايه؟ المستهلك الثاني، صح كده؟
يا مستر احمد حلو. الطاقه اللي هتوصل له قد ايه؟ نلعب اللعبه الجميله بتاعتنا، كل مره اضرب في 10%. حلو، على الاله كده اقول لك ال 3000 في 10% على الآلة. حلو، ده كل انتقالة واحدة، فدي هتبقى عبارة عن كام؟ دي هتبقى بصراحة عبارة عن 300. طب بعد كده 30، يبقى الطاقة اللي هتروح للمستهلك التاني كام؟ 30 وحدة. فالإجابة هتبقى إيه؟ ج. ده بالنسبة للسؤال رقم كام؟ 31 يا وحش. تعالى معايا على السؤال الإيه اللي بعده، سؤال رقم 32. تعالى كده نمسح ده عشان نعرف نشتغل. بيقول لك ايه يا وحش؟ في السلسله الغذائيه المقابله مالها يا عم؟ قال لك اي ميم مالي يمثل مقدار الطاقه المفقوده من الكائن صاد الى الكائن لام. من الكائن صاد الى الكائن لام، مقدار الطاقه المفقوده من الكائن صاد الى الكائن لام. اذا كانت الطاقه المفقوده من الكائن س الى الكائن ع 99. من س، حلو قوي السؤال ده. بص، قال لك من س لعين المفقود 99. راح لك المفقود من ايه بقى؟ من صاد للام، صح؟ اي مال يمثل مقدار الطاقة المفقودة من صاد للام. من صاد للام هنا كده المفقود هيبقى قد ايه؟ صلي على النبي وركز معايا. بص يا معلم، لو احنا قال لك من اول هنا لهنا 99 ده المفقود، صح؟ من اول هنا من السين للعين المفقود 99. حلو، صل على يشفع فيك. لو انت بص كده بذكاء بعقل، المفقود 99 صح؟ لو انت جيت قلت دي 100، السين 100، هتروح للصاد تبقى كام؟ ال 100 هتروح للصاد تبقى 10، صح؟ وال10 تروح للعين كام؟ 1. شاطر. بص كده 100 10 1، صح؟ فالخطوة دي، الانتقالة دي، بص دي كده من 100 ل1 فقدت كام؟ 99 لو قال لك عليها. يبقى انت لو فرضت ان دي 100 فهتضرب في 10% تبقى هنا 10، وال10 هتروح للعين تبقى كام؟ 1. فبالتالي من س لعين كام؟ 99. شاطر، حلو الكلام ده. طيب قال لك بقى من صاد للام، خلاص ما انا فهمت ان هي كانت هنا 100. تمام، حلو. يبقى الصاد 10، اروح هناك هتبقى كام؟ 1. بالظبط كده، ما هضرب في 10%. يبقى من 10 تبقى 1، يبقى انا فقدت كام؟ 10 بقت 1، يبقى انا فقدت كام؟ فقدت 9. فالاجابه تبقى كام؟ ب. السؤال ده حلو جدا وفكرته ايه؟ فكرته حلوه. السؤال اللي بعده سؤال رقم كام؟ 33. بيقول لك اي العمليات التاليه يفقد فيها الكائن الحي طاقته؟ انهي العمليات اللي جايه دي الكائن الحي بيفقد فيها الطاقه بتاعته؟ تعال نشوف، صلي على النبي. بيقول لك ايه يا وحش؟ التنفس والاخراج. هو انا بفقد الطاقه بتاعتي في التنفس والاخراج؟ يا مستر احمد، ما احنا قلنا يا شباب، بص، فقد الطاقه في 3 حاجات. 1 الطاقه الحراريه، يبقى انا ممكن افقد الطاقه بتاعتي في شكل حراره، او الطاقه الحركيه، قلت لك خلي بالك منها. اخر حاجه خالص عندما ينتقل الطاقه من كائن لكائن بتبقى في حاجتين، بتبقى في ايه؟ شاطر، التنفس والاخراج. دي الاشكال اللي عندك بيتم فيها فقد الطاقه. حلو، فقال لك التنفس والاخراج، فدي تنفع، دي اجابك يا صح. تعال نشوف الباقي غلط ليه بقى. صلى على النبي. قال لك تدفئه وحركه؟ لا. تغذيه وتدفئه؟ لا. حركه واخراج؟ لا. قال لك يفقد فيها الكائن الحي الطاقه فقد. طب واحد يقول لي يا مستر احمد، طب معلش انا اسف، انا اسف، انت في هنا زله صغيره، انت غلطت في حاجه يا مستر احمد. هتقول لي ايه؟ اقول لك تعالى كده نشيل دي كثانيه، دي الاجابه الصح برضو، ثانيه واحده. انت تقول لي مش انت قلت لي هنا يا مستر احمد، معلش بس كده ايه، انا قفشتك. قلت لي الطاقه الحراريه والطاقه الحركيه والتنفس والاخراج دول من مصادر تقليل الطاقه اثناء الانتقال. هقول لك حقيقي. انت عندك ال 90% اللي بيفقدوا دول، اللي بيختفوا دول، بيتشكلوا في ال3 حاجات دول. هتقول لي طب ما هو قال لي هنا حركه واخراج، طب ما هي الحركه معايا والاخراج معايا، ليه ما اخترتش الاجابه دي تبقى صح؟ ولا انت يا مستر احمد السؤال ده فيه غلطه؟ لا، السؤال ده ما فيهوش غلطه. امال ايه يا مستر احمد؟ صلى على النبي. الكائن بتاعك يا معلم، الطاقه الحراريه
والطاقة الحركية هي الطاقة اللي جواك بتتحول ليهم. بتتحول تاني، بتتحول. يعني الطاقة الكيميائية مثلا اللي هو سكر الجلوكوز لما بحرقه بتتحول الطاقة بتاعت ده إلى طاقة حرارية أو طاقة حركية. إذا كلمة فقد هنا مش اللي أنا يعني بتبعد عني، لا. أما التنفس والإخراج ده فقد حقيقي. يعني فقد حقيقي، ما أقول لك على حاجة، الإخراج اللي هو الكائن الحي دلوقتي مثلا، لو هنقول مثلا أرنب، الأرنب راح كل جزر صح؟ الجزر ده جواه 100 جول. حلو. فاقول مثلا 30 منه تحول الى حراره، فالحراره دفته. يبقى هو ما فقدش ال 30 جول، هم تحولوا الى حراره عشان تدفيه. و30 جول تاني تحولوا الى طاقه حركيه عشان يتحرك بيهم. فهو استفاد ولا ما استفادش؟ هو استفاد بال 30 جول بتوع التدفئه الحراره، واستفاد بتاع ال 30 جول بتاع الحركه عشان يتحرك، ولكن البراز بتاعه، الكيكي بتاعه ده نزل الطعام اللي لسه ما اتهضمش. يعني البراز بتاعه فيه طعام لسه ما اتهضمش، وبالتالي هو لسه فيه طاقة. فهو هنا دي هو ما استفادش بيها، هي تحولت الى شكل الرفيات بتاعته اللي هي البراز، بس البراز ده جواه طاقة اللي انت بتاخده بعد كده تعمل بيه اسمدة. اسمدة ايه؟ عضوية للزرع عشان الزرع ياخد الطاقة اللي فقدها ده. فهو في الحالة ده الاخراج اللي هو البراز بتاعه ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن طاقة مفقودة ما استفادش بيها، ما تحولتش لحاجة استفاد بيها. فهمت الفكرة اللي هو قالك علينا؟ بص ايه، يفقد فيها الكائن الحي الطاقة. عشان كده ما اخترتش الحركة والايه والاخراج، فكانت التنفس والاخراج العمليتين اللي بيحدث فيهم فقد للطاقة عند الكائن الحي. وصلت اللي هو ما استفادش بيها بالطاقة يعني. دي القصة كلها. ولكن حتة احنا بنقول فقد الطاقة يعني ده بشكل عام، بشكل عام. الطاقة اللي هي ايه يعني، بنتكلم عن الطاقة اللي بتنتقل. فهمت؟ يعني انت لو عندك 100 جول فاللي بينتقل 10 بس، ال 90 فقدناهم. فقدناهم ازاي؟ دي اللعبة بقى، فاهم؟ يعني فقدناهم والكائن الحي استفاد بيهم، ولا الكائن الحي فقدهم وما استفادش بيهم زي ما هو قصده هنا، اللي هو الكائن الحي فقدهم كده وخلاص. فهمت الفكرة؟ وهكذا. سؤال رقم 4 على فكرة السؤال ده برضك حلو جدا ومحتاج طالب يكون مركز جدا وبيحل السؤال ده. تعال نخش كده على السؤال اللي بعده. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 34، اللي هو آخر سؤال في صفحة 7. وبيقول لك هنا إيه؟ ما هي أفضل عبارة تشرح الغرض من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في حوض السمك؟ الكائنات الحية الدقيقة دي وظيفتها إيه؟ كائنات حية دقيقة خلاص، يبقى أنا زي أكني بالظبط بتكلم عن الفطريات. فأكيد وظيفتها إيه؟ التحليل. بحلل الكائنات الميتة عشان أعمل عملية إيه؟ تدوير العناصر الغذائية. تعال نشوف بقى إيه الإجابات. ألف قال لك الكائنات الحية الدقيقة تعيد تدوير العناصر الغذائية التي تدعم النظام طبعا. طبعا ده كمان اللي كان مذاكر الترم الاولاني مش محتاج اصلا يذاكر الترم الثاني في الحته دي، هيختار الاجابه دي على طول صح. الفصل الثالث والفصل الرابع الترم اللي فات يعني انت حتى لو انت ما ذاكرتش اصلا الدرس وهتيجي تحل السؤال ده تعرف تحله باللي فات تمام. بس انا عارفك انك على الله ان شاء الله، فطبعا بمذاكره درسك ده عارف طبعا ان الكائنات الحيه الدقيقه زي الفطريات والبكتيريا والكلام الحلو ده بيعمل عمليه تدوير للعناصر الغذائيه. طبعا لو جينا بصينا على بيت الاختيارات هنلاقي غلط. ليه؟ قال لك بص، تعمل على زياده نسبه الفضلات؟ لا. الكائنات الحيه الدقيقه هي مصدر غذاء للنبات؟ لا. الكائنات الحيه الدقيقه عامل غير حيوي؟ طبعا برضو نو. فالاجابه الصح ايه؟ الف. قال لي معايا الصفحه كده يا محترم. والسؤال 35 بيقول لك ايه في السؤال رقم 35؟ من المخطط المقابل الكائنات الممثله بالحرف اكس وواي. فين اكس وواي؟ اهي. الاكس والواي مالهم؟ على الترتيب هم ايه؟ بص بص، انا مش عايز ابص على الاختيارات، انا عايزك ذكي. بص انا مش هبص على الاختيارات، هندي ظهرنا الاختيارات وتعالى نتوقع الاجابه ايه. قشطه. بالعقل. العقل ما يزعلش. واحده واحده. صلي على النبي. تعالى نختار كده قلم حلو. نختار ايه؟ تعالى نختار مش عارف والله، احنا قاعدين بنحتار في حل السؤال ولا في اختيار، مش مهم. تعالى كده ايه، نمسح ده بالشكل ده. بص يا معلم، اكس طلعت منه كل الاسهم. بص طالع طالع مفيش حاجه راحت له، وما عندكش غير كائن وحيد بس اللي بتطلع منه كل الاسهم. هو مين؟ النبات او الطحالب. قال لك دولفين سمك صغير، يبقى اكيد ده بيتكلم على طحلب. قال لك ضفدع مش عارف حشرات والكلام يبقى ده نبات. يبقى ده عباره عن ايه؟ طحالب. بص غير ما ابص على الاختيارات، طحالب. حلو حلو. قال لك الواي الكل بيروح له. كل مين الكائن الوحيد اللي كله بيروح له؟ شاطر، الكائنات المحلله. يبقى ده كائن محلل. قشطه. تعال بص بقى على الاختيارات. قال لك على الترتيب انا عايز اكس وواي على الترتيب. اكس طحالب. تعال نشوف كائنات منتجه. بص هتقول لي بصراحه ما فيش طحالب يا ابني. ما افهم يا ابني، افهم بقى يا حبيبي. بقول لك طحلب كائن منتج،
فتنفع كائنات منتجه؟ اه. اكلات لحوم؟ لا. كائنات منتجه تنفع. كائنات عشبيه؟ طب ماشي، هنقول تنفع. تعالى للكائن المحلل واي. كائن واي بقى اقول لك ايه؟ كائنات محلله؟ اه، فاجابه الف صح. كائنات منتجه؟ لا، الكائنات المحلله مش منتجه. كائنات منتجه؟ لا برضه، فالاجابه الصح تبقى ايه؟ الف. وخلصنا كده من اول ايه سؤال في الصفحه دي. خش معايا كده يا وحش الوحوش على سؤال رقم 36 والايه واللي فيها الشبكه الغذائيه اللي قدامك دي. قال لك ادرس الشبكه الغذائيه، وطبعا قلت لك ممكن يحاول يلخبطك، بدل ما اقول لك كلمه شبكه يقول لك سلاسل، تقول لي يا مستر احمد إيه السلاسل؟ بدايه ونهايه بدون تفرعات. دي السلسله يا حبيب قلبي. السلسله هي اللي بدايه ونهايه بدون تفرعات، ولكن السلاسل هي عباره عن شبكه، تكون عباره عن عدد من السلاسل. الكائنات التي تمثل مستهلك ثالث. في كم كائن عندك هنا مستهلك ثالث؟ مستهلك ثالث في النظام البيئي. حلو، تعال نشوف. انا هقعد امشي على كل سلسله، ماشي؟ يلا. العشب اول، رحنا للجاموسه بقت تانية. الجاموسه رحنا للتمساح فبقت تالتة. حلو حلو. رحنا من التمساح، هو قال لك ايه؟ مستهلك. طب استنى، احنا كده بنقول مستويات، تعال نقول ايه احسن استهلاكه على طول. العشب منتج فمالناش دعوه بيه. تعال الاول مستهلك الجاموسه، تاني مستهلك تمساح، تالت مستهلك الاسد في السلسله دي. حلو حلو. تعال نغير اللون. يلا عشب، مش هنحسبه طبعا، العشب مش مستهلك فمنتج فما نحسبوش معانا. تمام. تعال الاول واحد بياكل، غزال اول. هتمشي في انهي طريق بقى؟ انت ممكن امشي كده وكده وكده، فعادي تمشي ايه في كل الطرق. احنا ليه ما مشيناش في الجاموسه هنا كل الطرق؟ تعالى كده نمشي في الجاموسه كده كل الطرق. كان لون ايه؟ ماشي. تعالى الجاموسه لو مشيت كده الاسد هيبقى تاني، يبقى الاسد في احتمالين، يا اما ثلاثة او اتنين. تمام. لو مشي طريق الجاموسه على طول يبقى كده تاني، لو تمساح اسد يبقى تالت. تمام. تعال نخش على الغزال. غزال اول، لو مشي كده، لو مشينا كده فبقى ده التمساح تاني، بعد كده كده بقى تالت، يعني الاسد كده برضو احتمالين ثلاثة. ماشي. والغزال لو مشي كده بقى اتنين، يعني الفهد هنا كده اتنين، ولو مشي كده كلب بري هيبقى برضو اتنين. حلو، خلصنا من الغزاله. تعالوا للحمار الايه الجحش ده، اللي هو الايه الوحشي يعني. تعالى. حمار وحشي اول، ماشي، ده اول واحد بياكل. لو مشينا كده ده بقى اتنين، ولو مشينا كده بقى اتنين، ولو مشينا كده فده اتنين، ولو مشينا كده فبقى ده بقى اتنين برضه. حلو. يبقى الوحيد اللي خد ثلاثة لحد دلوقتي خلي بالك الأسد ده، إن التمساح بص تلات اتنينات، الفهد اتنين اتنين، والكلب البري اتنين. الأسد الوحيد اللي خد اتنين تلاتة، فممكن يكون الأسد بس هو الإيه الإجابة لحد دلوقتي. تعال نشوف، خش على الزرافة. الزرافة ادي واحد اول مستهلك. لو رحنا كده بقت الاسد التاني. ايه ده؟ مفيش حاجة تاني كده صح؟ بس يبقى الاجابة اسد. اسد بس هو الوحيد اللي بقى مستهلك تالت، وحيد. وبالتالي في كان عندك كام كائن مستهلك تالت؟ واحد بس، فالاجابة الصح تبقى ايه؟ جيم. ده بالنسبة للسؤال رقم كام؟ رقم 36. السؤال رقم 37 بيقول لك يوضح المخطط الذي امامك ايه هرما للطاقة. ادرسه جيدا ثم أجب. ما هو الرسم البياني الذي يمثل أفضل تمثيل لمحتوى الطاقة النسبي لمستويات هذا الهرم؟ حلو، صلى على النبي. طبعا أنا عارف إن ده الأعلى في الطاقة. حلو حلو، ده الأعلى في الطاقة، وأنا طالع كده الطاقة تقل، فبالتالي ده الأقل في الإيه؟ في الطاقة. حلو. خلاص، يبقى أنا عايز أربعة تكون أعلى طاقة. دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي تنفع ودي تنفع، والواحد يكون اقل في الطاقه. حلو. بس هنا دي الاثنين اكبر من الثلاثه، وده ما ينفعش. يعني الاثنين اكبر من الثلاثه؟ لا، الثلاثه اكبر من الاثنين. يعني دايما وانت طالع كده بص، بق السمك هيكون عامل كده، كبير صغير اصغر 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 وهكذا. فالاجابه الصح هتبقى ايه؟ الف بدون نقاش. هات صفحه يلا 9 كده معايا يا وحش. السؤال رقم كام؟ 38. هتقول لي يا مستر احمد ايه كل الاسئله دي؟ حبيب قلبي، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، دي كده الكتاب ده بتاعنا عصارة الثلاث كتب، احنا لسه معانا كتاب الامتحان ما تنساش. عايزك تفوق كده معايا. 38 بيقول لك ادرس الشكل المقابل جيدا ثم اجب. اي المراحل تمثل تحويل الطاقة الكيميائية لطاقة تستغل مباشرة في العمليات الحيوية؟ صلي على النبي. حلو الكلام ده. بيقول لك اي مراحل تمثل تحويل الطاقة الكيميائية لطاقة تستغل مباشرة في العمليات الحيوية.
تحول الطاقة لإيه؟ بص، الكيميائية دي طاقة تستغل مباشرة في العمليات الإيه؟ الحيوية. صلي على النبي كده وركز معايا، سؤال بسيط بس عايز تشغيل دماغ شوية. بص يا محترم، أنا بقول لك الطاقة الكيميائية بستغل فيها الطاقة الكيميائية فين يا مستر أحمد؟ لتشغيل. جميل أوي، مفيش طاقة كيميائية خلاص، يبقى اي تي بي رقم 4. سهلة دي. رقم كام؟ رقم 4. أو عشان أنتج الطاقة اي تي بي أو في العمليات الحيوية استغلت فيها الطاقة الكيميائية اللي جوه الأرنب عشان أعمل عمليات إيه؟ حيوية. رقم 2 بيقول لك أي مراحل بالشكل تمثل قدرة النبات على إعادة استخدام النواتج المخرجة من الكائنات الأخرى. أهي رقم 5 اللي هو ثاني أكسيد الكربون والمية يخشوا في طاقة ضوئية صبغة كلوروفيل بناء ضوئي. طلع أكسجين طبعا وإيه والجلوكوز، يبقى رقم كام؟ دي 5. السؤال رقم 39 يا وحش بيقول لك أي المخططات التالية تعبر عن انتقال العناصر الغذائية في سلسلة غذائية بشكل صحيح؟ حلو، تعال نشوف مع بعض. صلى عليه وسلم عليك. شجيرات، غزلان، أسود، بكتيريا. حلو، دي تنفع. بس الله يبارك لك ما تستعجلش في العلوم المتكاملة في الإجابة بتاعتك، وأقول لك ليه دلوقتي عشان هتتلب. شجيرات، غزلان، أسود، بكتيريا. يا عم الحاج، احنا اتفقنا مع بعض ان راس السهم على اللي بياكل، هي الشجيرات بتاكل غزلان. تكلي على الله يابا. شجيرات غزلان، حلو، والغزلان بتاكل اسود. سبحان الله، راس السهم على اللي بياكل. شجيرات بياكلها غزلان، صح. بياكلها اسود، صح. بكتيريا تحللها، صح. عناصر غذائية تروح لمين؟ للشجيرات. إجابة صحيحة أهي، فالإجابة دي صح. اللي بعده سؤال كام؟ 40. الله، ايه الحلاوة والرسومات الجميلة دي. تعال نشوف. بيقول لك الرسم يمثل هرم طاقة في أحد النظم البيئية البرية. يعني اعتبر دي كأنه هرم. بص أهو، 1 2 3 4. خلي بالك أنت عندك هنا أهو 2 3 4 أهو. A B C D E قشطة. قال لك حيث أن كل نوع من تلك الكائنات يتغذى على النوع الذي يتواجد قبله داخل هرم الطاقة الموضح، ما هي الأنواع التي لديها أكبر كمية من الطاقة المتاحة في هذا النظام؟ أكبر كمية من الطاقة أكيد النباتات، يبقى مين ده؟ الإيه؟ بدون نقاش، سهلة. قال لك أي تلك الأنواع في النقطة الثانية، يعني قال لك أي تلك الأنواع من الحيوانات آكلة لحوم. مين الآكلة لحوم؟ صلي على اللي يشفع فيك يا مستر أحمد. نعم، هو الأكل لحوم ينفع الصقر والتعبان والضفدع، دول من اكلات الايه؟ اللحوم. تعال نشوف بقى الاختيارات. اي بي. ايه ما ينفعش، ايه ده اصلا ايه؟ نبات. اي اي. ايه ما ينفعش، قلنا اي حاجه فيها ايه هنشيلها. دي بي. دي بي. الدي تنفع، البي لا، لان البي ده جراد والجراد مش اكل لحوم فما ينفعش. سي اي. سي ضفدع، اي بس يبقى الاجابه الصح ايه؟ سي اي. فالاجابه الصح ايه؟ ده. على فكره شايف في بعض الضفادع بتاكل فئران، مش تبقوا واخدين بالكم بس النقطه دي. بعض الضفادع، والضفادع تمثل انها اكلة لحوم، خلي بالك عشان بس لو انت مش عارف المعلومه. تم قياس في سؤال رقم 41، قال لك تم قياس تركيز المبيد في انسجه الكائنات الحيه في السلسله الغذائيه التاليه: نبات، ديدان، حشرات، طيور. تاني، نبات، ديدان، حشرات، طيور. نبات، ديدان، حشرات، طيور. اي كائن حي على الرسم البياني يمثل الحشرات. حلو، صل على النبي. بص يا معلم، نبات، ديدان، حشرات، طيور، وانا ماشي كده الطاقه بتقل. فاكبر طاقه انا ممكن اصلا اقعد اعملهم كلهم بمزاجي دلوقتي، مش انا مش يعني ممكن ما اطلعش حشرات بس، لا ده انا اقول لك كلهم مين. اعلى واحد النبات، يعني ده كده نبات، ده ديدان، دي حشرات، دي مين بقى؟ طيور. ما انا فاهم اللعبه. مين بقى الحشرات؟ وعايز حشرات يا عم، سهل، حشرات مين؟ سي، شكرا. اجابه سهله، سهله. صح ولا لا؟ لا. اللي بعده سؤال رقم كام؟ 42. طورت الأرانب استراتيجيات تساعد على تجاوز الفترات التي يكون فيها الطعام قليلا. نصحى يعني. قال لك يمثل الرسم التالي الوظائف الحيوية الأساسية التي تحتاج الأرانب إلى أدائها. ما هي الوظيفة الحيوية في الرسم التي يمكن التخلص منها دون التأثير على قدرة الأرانب الفردية على البقاء؟
الله يبارك لك، ركز. بسألك ايه؟ قدرة الأرانب الفردية على البقاء. حلو. عندما يكون الطعام نادرا، عندما يكون الطعام ايه؟ نادر. قال لك الطاقة المكتسبة من الطعام بتخرج ايه؟ في تنفس والهضم والإخراج والنمو، تكاثر، تنسيق الدورة الدموية. ايه الحاجة الوحيدة اللي النبات لو تخلى عنها يفضل عايش؟ ايه؟ التنفس ما ينفعش، لو ما تنفسش هيموت، والهضم لو ما هضمش هيموت، والإخراج لو ما أخرجش هيفرقع. النمو لازم ينمو عشان يعيش. التكاثر مش شرط يعمل تكاثر. التكاثر يهدد النوع بس ما يهددش الفرد. بمعنى يعني انا لو ما اتجوزتش عادي هفضل عايش مش هموت، بس نوعي هيبقى نادر، بهدد النوع بتاعي. ليه؟ لان انا ما عملتش عمليه تكاثر، مش هيبقى عندي اولاد واولاد واولاد واولاد، فالنوع بتاعنا هينقرض. يعني تخيل كده كل الرجاله مش هيتجوزوا، خلاص شكرا. كل الرجاله لو ماتت مفيش كائنات تانية تعيش، خلاص البشر اختفوا كلهم. وصلت؟ فالتكاثر هو مهم للنوع بس مش مهم للفرد. وصلت؟ دي كنتوا بتاخدوها يا شباب في الايه، في الاعداد يعني. طبعا التنسيق مهم والدورة ده مهم، بس الإجابة خلاص إيه بقت الإيه؟ التكاثر. التكاثر مهم للنوع ولكن ليست مهمة للإيه؟ للفرد. جميل قوي. السؤال رقم 43 يا شباب بيقول لك إيه؟ أمامك 4 أهرام. حلو. ادرسهم جيدا ثم أجب. الهرم دبليو أهو إكس، ده ما شاء الله عامل زي اليويو، ولا مش عارف اسمه إيه، اسمه بيبليد، اسمه إيه؟ مش عارف والله، اكتبوا لي كده اسمه إيه في الكومنت تحت. اسمه بيبليد ولا اسمه إيه والله؟ اللي هو بيتلف ده اسمه ايه؟ والله ما عارف، بيكتبوا لي اللي عارف اسمه يكتبه تحت في الكومنت كده، اسمه بليد ولا مش عارف، مش فاكر اسمه ايه. طبعا ده ماشي هرم. آه مش عارف ده كرسي ولا ايه، المهم يعني اهرام وخلاص من هي لابس النيل. بقول لك اي هرمي، هرم الطاقه والاعداد الاكثر تعبيرا عن معظم السلاسل الغذائيه. يعني فين الهرم الصح واللي بيعبر عن اعداد السلاسل الغذائيه؟ بص، الهرم ده بيعبر عن ايه؟ ان ده اعداد كبيره قليله قليله، يعني وانا طالع الاعداد بتقل. دي الاعداد بتقل، زادت قلت، كبيره قلت قلت، كبيره قلت قوي كبرت قوي. فين الاهرام اللي بتعبر؟ هي واضحه قوي، اكيد الدبليو ده هرم صح، والواي هرم صح. دول بس الصح اللي عندي يعني، اللي تعبر عن الطاقه والاعداد اللي احنا واخدينهم يعني. ففين الاجابات؟ خلاص الف، اللي هو مين؟ الواي والدبليو، فعلا هم دول بس اللي صح. السؤال اللي بعده، سؤال رقم كام؟ 44. الصور الكيميائيه التي يتحول اليها الغذاء في اجسام الكائنات الحيه هي ايه؟ الصور الكيميائيه التي تتحول اليها الغذاء في اجسام الكائنات الحيه ايه هي؟ حلو قوي، صلى على النبي. قال لك بص يعني الله يبارك، خلي بالك يعني. اصل واحد يقول ايه بقى جلوكوز، اقول لك يا بجم، يا بجم. بيقول لك يتحول اليها الغذاء، ما هو الجلوكوز هو الغذاء. سكر الجلوكوز هو ده الغذاء بتاعي، ما انا بطفح النبات عشان اخد الجلوكوز اللي جواه. فالجلوكوز هو الغذاء. وبالتالي انا بقول لك الغذاء يتحول الى ايه؟ هتقول لي يبقى الغذاء بيتحول لجلوكوز، الجلوكوز بيتحول لجلوكوز. طبعا لا. حلو، فانا اي اجابه فيها جلوكوز هشيلها. والغذاء مش بيتحول لميه، يتحول لثاني اكسيد الكربون. هتقول ازاي يا مستر؟ يا ابني، ما انت لما بتطفح وتاخد شهيق في عمليه احتراق بتتم جوه تسمى عمليه الايض، فلما تيجي تطلع الزفير بتطلع ثاني اكسيد الكربون. وحاجه تانية ايه هي بقى؟ فضلات. يبقى انت سعادتك المواد الكيميائيه اللي بتخش لك بتطلع في حاجتين: فضلات وثاني اكسيد الايه؟ الكربون. الغذاء بيتحول الى ثاني اكسيد الكربون وايه تاني؟ والفضلات. سؤال 45. تحدث في السلاسل الغذائيه عده عمليات حيويه. العمليه التي توفر الغذاء لجميع السلسله الغذائيه هي ايه؟ ايه هي العمليه اللي بتوفر الغذاء لكل السلاسل؟ بناء ضوئي. شكرا. ليه؟ عشان الكائن منتج. الكائن المنتج هو اللي بيوفر الغذاء لجميع السلاسل. لو مش موجود كل السلاسل اتدمرت، بخ مفيش. يبقى كده هي عمليه الايه اللي بتوفر الغذاء؟ يبقى اكيد هي عمليه البناء الايه؟ عمليه البناء الضوئي. خش كده معايا يا وحش على السؤال اللي بعده. السؤال رقم كام؟ 46. سؤال 46 بيقول لك يوضح حجم الاسهم النسب التقريبيه للطاقه التي تنتقل من حلقه الى اخرى في السلسله الغذائيه البحريه. ما هي السلسله التي تعبر عن انتقال الطاقه داخل السلسله بشكل صحيح؟ صلى على النبي بس ايه تبقى فاهم معايا. هو بيقول لك ايه؟ ان حجم السهم ده عباره عن الطاقه اللي بتنتقل. يعني بص، السهم هنا صغير يعني الطاقه اللي انطلقت صغيره.
السهم هنا عريض شويه يبقى الطاقه انتقلت كبيره شويه. السهم هنا كبر قوي يبقى منتقل ايه، منطلقه كبيره او منتقله كبيره. يبقى وانا بتحرك كده الطاقه المنتقله بتكبر. كلام طبعا غلط خلاص يعني. طحالب، ديدان، رخويات، اسماك، انا عارف الطاقه وهي بتنتقل بتقل مش بتزيد، فالمفروض السهم يصغر مش يكبر، فده هتبقى ايه؟ هتبقى غلط. ب قال لك طحالب، ديدان، رخويات، اسماك. السهم كبير، صغر، اكتر، صح، يبقى دي الاجابه الصح. خلاص خلصت. السؤال بقى سهل. طبعا دول كلهم زي بعض ما ينفعش. دي كانت قليله، قلت اكتر، كبرت مره واحده، برضو ما ينفعش. فالاجابه الصح هي ايه؟ الاجابه ب. خش معايا يا كتكوت يا ضعيف انت الجناح. قول لي سؤال رقم 47. بيقول لك ايه؟ في هرم الطاقة المقابل تتواجد الكائنات الغير منتجة للغذاء في المستوى ايه؟ غير منتجة للغذاء في انهي مستوى؟ ايه ده؟ طب ده كل المستويات ما عدا ايه؟ ده كده الوحيد المنتج، ده كده منتج. وكل الحلوين دول ها مستهلكين. صح صح. إذا تتواجد الكائنات الغير منتجة للغذاء، غير منتجة يعني مستهلكة، في مين يا محترم؟ في بي سي دي. بي سي دي الإجابة دي د. خش معايا على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 48 بيقول لك إيه؟ أي التفاعلات التالية تحدث تحت تأثير الطاقة الضوئية في وجود الكلوروفيل؟ سهلة. احنا بص تعالى كده نكتب المعادلة من غير ما نبص على الاختيارات، احنا لازم نكون حافظينها، خلي بالك. المعادلة دي مهمة جدا جدا جدا. ايه هي بقى؟ 6 CO2 زائد 6 H2O عشان تطلع لك C6 H12 O6 زائد 6 O2. دي طبعا في وجود مين يا شباب؟ في وجود صبغة الكلوروفيل. تعالى نعملها باللون الأخضر عشان لونها أخضر. كلوروفيل. وطبعا ايه تاني؟ شاطر. طاقة ضوئية. عظيم قوي. فين الاختيار بتاعنا الصح في دي؟ اهو الاختيار رقم ألف. 6 12. ماشي. بص كده في معادله شبهها؟ مفيش ولا معادله من الاختيارات شبهها ولا واحده. صح بس هو حابب بقى يفهم ايه، يقول لك ايه، اصل الطلاب بهايم رياضه فهلعب معاهم في حته رياضه في الكيمياء. هتقول لي يا مستر احمد ايه اللي جاب رياضه في الكيمياء؟ اقول لك بس يا ولا تعالى بس انا اعلمك. تعالى انا اعلمك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص كده 6 CO2 12 H2O. بصراحه هتقول لي دي المفروض تبقى 6. اقول لك صح. هتقول لي طب ال 12 عشان تبقى 6 المفروض اشيل منها 6. صح. سي 6 اتش 12 و6 صح. 6 اتش 2 او مستر احمد ال 6 اتش 2 او دول مش موجودين هنا اصلا. بص مش موجودين. ايه اللي جابهم هنا؟ مش عارف. 6 سي او 2. لو جيت خدت بالك هنا في 6 زياده وهنا في 6 جت زياده. اقول لك اللعبه هي عمليه رياضه. عمليه رياضه ازاي انا يا مستر احمد؟ صلي على النبي. هقول لك ما هو ال 6 اتش 2 دول هنا بالموجب صح؟ لو جم الناحيه الثانيه هيجوا بالسالب. اعتبر كأن السهم اللي يساوي ده عبارة عن يساوي كده. وصلت؟ فلو وديت ال 6 H2O دول الناحية التانية بالطرح فيبقى عندك 12 ناقص 6 هيبقى لك 6 H2O. فالإجابة الصح هتبقى إيه؟ ألف. يبقى أنت ال 12 دول محتاج تشيل منهم 6، فهم ال 6 دول الزيادة هنا هيجوا الناحية التانية بالطرح هيشيلوا ال 6 اللي هنا هيبقى لك 6 بس. وصلت؟ فالاجابه الصح هتبقى اجابه ايه؟ الف. وحلو السؤال ده في حته الرياضه كده بس حته بسيطه يعني. وبكده يا باشمهندس احنا بفضل الله تعالى اشتغلنا مع بعض على حل اسئله واجب المحاضرتين الاولانيين، المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه. اشوفك ان شاء الله في حل اسئله المحاضره الثالثه على خير. في امان الله. السلام عليكم.